تخيل معايا صباح ممطر من عام 2010 والساعة 8 صباحا، تغيب عن المدرسة وتجلس قدام الكمبيوتر، كوب الشاي الدافي ينبك وتغرق بين ألعابك المفضلة. ساعات تمر كأنها دقائق، تركيز، متعة، حماس. لكن السؤال هو، ليه بنقدر نركز في ألعاب الفيديو بالساعات لكن لا نستطيع التركيز في الدراسة نصف ساعة فقط؟ هل هي متعة ولا طريقة تفكير مختلفة؟ النهاردة هفهمك السر الحقيقي وإزاي ممكن تحول إدمان ألعاب الفيديو إلى إدمان دراسي إيجابي فعلا. الجواب مش في الإرادة ولا في الذكاء، الجواب في الطريقة اللي عقلنا بيتعامل بيها مع المكافآت والتقدم. خلينا نبدأ بأول فرق بسيط بس عميق جدا. لما نلعب أي لعبة زي ماريو أو كول اوف ديوتي في مراحل واضحة، في بداية، في هدف، وفي كل مرحلة بتحس إنك اتقدمت خطوة. حتى لو خسرت انت عارف بالظبط انت فين وقد ايه باقي توصل لهدفك. اما في الدراسة تفتح كتاب صفحة ورا صفحة، فصل ورا فصل، وما تعرفش هل انت فعلا بتتقدم ولا بتلف في نفس المكان. عقلك ما فيهوش احساس ببروجرس، وده السبب الرئيسي انك بتفقد الحماس. لكن في حل بسيط جدا، قسم رحلتك الدراسية الى مراحل صغيرة وواضحة. كل فصل يساوي مرحلة، كل اختبار صغير يساوي فوز جديد. ولما تنجح في اختبار فصل واحد كأنك انتقلت للمستوى التالي في ألعاب الفيديو. مفيش خوف من الخسارة، تخسر بتبدأ من جديد وتتعلم أكتر. لكن في الدراسة في خوف رهيب من الامتحان، فرصة واحدة بس، يا تنجح يا تسقط، وده اللي بيخلي عقلك يعيش في توتر مستمر يمنعه من التعلم. وهنا نرجع لكلام بروس لي، أنا لا أخشى من شخص تدرب على 1000 ركلة، بل من شخص تدرب على ركلة واحدة 1000 مرة. الحل؟ اختبر نفسك كتير، حل امتحانات قديمة، جرب، اغلط، كرر، افشل في التدريب لكن لا تفشل في الامتحان الحقيقي. وهنا بدأت أفهم الحقيقة، احنا مش بنكره الدراسة، احنا بس عقلنا مش شايف مكافأة مباشرة زي ما بيحصل في الألعاب. لما نكسب في اللعبة بنحس بدوبامين، سعادة، إنجاز، فوز. لكن بعد 10 ساعات مذاكرة مفيش حاجة بتحصل. فقلت لنفسي، طب ليه ما أخلق المكافأة بنفسي؟ أبدأ كل يوم بهدف بسيط وكافئ نفسك لما تنجزه. خلص فصل، شاهد حلقة من مسلسل بتحبه، ذاكرت ساعة، خد بريك واطلب أكلتك المفضلة. كل إنجاز صغير لازم يقابله شعور بالمكافأة. ده مش كسل، ده ذكاء عصبي. علمياً دائرة العادة هابت لوب لا تكتمل إلا بالمكافأة. عقلك محتاج يحس بالمتعة عشان يعيد السلوك من نفسه. قسم رحلتك الدراسية إلى مراحل، تدرب على الامتحان الحقيقي قبل ما يجي، كافئ نفسك بعد كل إنجاز. ابدأ النهاردة حتى بخطوة صغيرة، ومع الوقت هتكتشف إنك فعلا بدأت تدمن الدراسة زي ما كنت مدمن ألعاب الفيديو. الإدمان مش دايما سلبي، لو استخدمته صح ممكن يكون طريقك الحقيقي للنجاح.